فالآن مع كلمة للأستاذ جمعة عبد الحميد رئيس ائتلاف الثورة المصرية محامي بالاستئناف مراسل صحفي، فتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. رجاء من حضراتكم قبل أي شيء أستأذن حضراتكم في 5 ثواني وقوفا حدادا على شهداء مصر وشهداء العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أقدم الشكر والتقدير لرئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع المسؤولين في إيران والقائمين على هذا العمل، للبرلمان. أحمل إليكم من ميدان التحرير بالقاهرة ثوار شباب التحرير، أحمل إليكم رسالة حميمة. تلك الرسالة تقول لكم: نحن بقلوبنا معكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإني أحمد الله أننا وقفنا معكم اليوم بعد سقوط هذا الطاغية العميل لإسرائيل وأمريكا، الذي حال بيننا وبين إيران، وحال بيننا وبين الثورات، وحال بيننا وبين المخلصين، وحال بيننا وبين كل من وقف أمام إسرائيل. يوم جمعة القدس العالمي بمصر جئت بنفسي ووقفت في ميدان التحرير، وأخذت 3000 من الثوار ونظمت تلك المسيرة، وتوجهت إلى تلك السفارة الملعونة العار على مصر، وأقول من منبركم هذا: تلك السفارة الملعونة التي بمصر، والتي كانت من مطالب الثورة الطاهرة المصرية السلمية، كنا نطالب بطرد ذلك الخنزير سفير إسرائيل وإلغاء معاهدة كامب ديفيد. ثم حملت على الأعناق وأنا أهتف وأقول: تسقط كامب ديفيد، رمز الذل والعار. ثم اتجهنا إلى السفارة الإسرائيلية ونحن نهتف ونقول: ارحل ارحل، لا نريد إسرائيل، ارحل لا نريد الكيان الصهيوني. ثم تسلقنا الجدار وحطمناه تحطيما بفضل الله رب العالمين. فأقول وأختم كلامي بهذه الكلمة لضيق الوقت: إن شعب مصر 85 مليون والله حملوا ويحملون أرواحهم وأكفانهم على أيديهم، يريدون أن يتوجهوا إلى إسرائيل ليسقطوها ويهلكوها، ولكن ما زال هناك عملاء في مصر، عملاء لأمريكا وإسرائيل، وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي، ذلك الذي تربى وتجرع على يد هذا الطاغية محمد حسني السيد مبارك، المتهم الأول في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير. فمن منبركم هذا وباسم شباب ثوار التحرير، وأكرر: باسم شباب التحرير، باسم شباب ثوار التحرير، أعلنها وأقول: يا مشير يا طنطاوي، والله
لو تركت مصر وتركت مصر للشباب ما جعلنا للكيان الصهيوني أي مكان في مصر أبدا. وأسأل الله لكم التوفيق، وأسأل الله التوفيق لفلسطين، وأن نكون العام المقبل أن نصلي جميعا في بيت المقدس مع دولة فلسطين. شكرا. أحسنت أحسنت. شكرا للأستاذ جمعة. وإن شاء الله هذه الأمة بكل مكوناتها دولا وشعوبا، وخاصة الدول التي نهضت بمشروع المقاومة خلال السنوات الماضية ومعها قوى المقاومة وشعوب الأمة جميعا، أسأل الله أن يجري الخير على يديها ونستعيد معا فلسطين من الكيان الصهيوني إن شاء الله.